سيبك من القرارات الغريبة، وسيبك من الحاجات الغريبة، وسيبك من البلنتيات الغريبة ومن العنف ومن كل الحاجات دي، وتعالَ نتكلم في كام حاجة مهمة في ماتش الأهلي والجيش الملكي. النهارده الأهلي بيتعادل 1-1 مع الجيش الملكي في المغرب. ماتش كان صعب، ماتش كان تقيل، ماتش كنا متوقعين إنه هيبقى صعب، لأن أنت بتلاعب الجيش الملكي في ملعبه، الجيش الملكي اللي هو التاني على دوري المغرب، ففريق قوي جدًا. طيب الماتش النهارده بيبدأ برتم حلو من الفرقتين في وجهة نظري، كان الأهلي كويس جدًا الشوط الأول، بس بيجي عليه قرار غريب جدًا وهو قرار ضربة الجزاء اللي قال إيه الكورة جت في إيد ديانج وهي ما جاتش في إيد ديانج، لأن ديانج كانت إيده ورا ضهره. أنا مقتنع 100% إن الكورة دي ما كانتش بينالتي، ما كانتش ينفع تبقى بينالتي، بس اتعملت. وحتى لما جت تتشاط اتشاطت غلط وكانت المفروض تتعاد، لأن اللعيبة كلها كانت في المربع البوكس اللي قدام الحارس، وده غلط جدًا في الكورة. بس الجون اتحسب وتمام ولعبنا وزي الفل. بينتهي الشوط الاول بالخساره بانك خسران 1-0 من الجيش الملكي في ملعب صعب، ملعب صخب، ملعب قوي جدا. بيجي الشوط الثاني انت بتلعب بريتم كويس، الاهلي كان اضعف في سنه بس كان بيبدا يهاجم، الجيش الملكي كان بيهاجم برضه بس انت كنت عندك فعاليه اكتر، بتضيع فرص بس كويس. لحد ما بيجي التغيير الحلو جدا من مستر تروبر وهو نزول محمد بن رمضان. محمد بن رمضان لما نزل انا كنت مقلق سنه ان ديانج اللي هيخرج، بس بينزل على طول وبيرفع رفعه حلوه جدا لتريزيجيه، وتريزيجيه كان تعود بالرأسيه وجون حلو جدا. طيب الماتش كان حلو جدا وكان شغال كويس جدا، وكان في نديه وكان في عنف من اللعيبه التانية، بس تعال بقى نتكلم في جانب مظلم حصل في الماتش. الجانب ده هو العنف، الجانب ده هو ان احنا مره واحده لقينا اللعيبه بيترمي عليها ازايز من الجمهور، الليزر ال 24 ساعه في الماتش، ازايز كتير جدا لدرجه الملعب كان مليان ازايز. حتى بنلاقي بعديها ان تريزيجيه دماغه مفتوحه، معرفش ده من ايه، من ازازه ولا من ايه، بس بيحصل كمان شد بين اللعيبه. لا اتمنى، ما كنتش اتمنى طبعا نشوف المناظر دي دلوقتي في المغرب، لان انت خلاص كلها كام اسبوع وهتروح تلعب بطوله المغرب، بطوله افريقيا قصدي، في المغرب. ما اتمناش ان انا اشوف الحاجات دي في الكوره، لان دي مش مناظر حلوه، دي مش مناظر الكوره، مش دي الكوره. الكوره المفروض ان احنا 11 لعيب بينزلوا يلعبوا والناس بتتبسط وخلاص، هي لعبه مش عنف، مش كل ده. بيجي في اخر الماتش كمان حركه غريبه جدا، ان انت في هجمه وهجمه مهمه بتلاقي 4 كور في الملعب، كور بترمى، ازايز بترمى، والحكم بياخد قرار غريب جدا، مش ان هو يوقف مثلا الملعب اخر دقيقه ويسيبنا نهجم، لا هو بينهي الماتش خالص. الماتش كان غريب جدا، ما كنتش اتمنى اشوف العنف والمناظر اللي حصلت دي في الماتش، لان ده مش حاجه حلوه في الكوره. بس بينتهي الماتش بالتعادل 1-1. اداء جيد جدا من الاهلي، كان في وجهة نظري المفروض الاهلي يكسب، بس ده اللي حصل. انك تاخد نقطة في المغرب بالاداء ده بالصخب وبالصعوبة دي حاجة كويسة جدا. ده كان ماتش الاهلي والجيش الملكي وخلص بالتعادل 1-1. لو عجبك الفيديو كالعادة اعمل لايك وفولو وسلام.